هلو، كيفكم؟ شو الاخبار؟ اليوم انا جايب لكم شويه اسرار للانستغرام. هلا انا حسويها مثل سلسله، فبالفيديو تبع اليوم حاعطيكم بس 5، وان شاء الله الفيديو الجاي حيكون في 5. وحاول دائما طالع اسرار تانية يعني لستوري انستغرام او سناب شات وطريقه التصوير بالموبايل يعني، واعطيكم اياها بكل فيديو من هالسلسله هي. واول سر من اسرار التصوير وهو انه كيف انت تسوي خلفيه بلون واحد. مثلا نحن صورنا هيك، اوكي، فكيف بدنا نخلي مثلا اللون احمر تبع كل الشاشه؟ نكبس على القلم مثلا اللون الاحمر، كبسه طويله، اوف، صار اللون احمر تبع الخلفيه، وفيك تكتب عليها وتحط عليها صور، تعمل اي شيء بدك اياه. هلا كيف نطلع الوان زياده من الالوان اللي موجوده نحن عنا؟ مثلا جينا حطينا القلم، دخلنا على اللون البرتقالي، اللون البرتقالي واحد، فنحن بدنا نطالع يعني مثل درجات زياده لهذا اللون. كبسه طويله على اللون، طلع لنا كل الالوان اللي بدنا اياها، ازرق، احمر، اخضر، الفاتح، الغامق، كل شيء كل شيء، حتى في درجات الابيض والاسود. مثلا هاي الازرق، مثل ما حكينا قبل شوي كيف نلون الخلفيه، كبسه طويله لونت الخلفيه. اما السر الثالث فهو انت كيف تكتب نص على طريقه يعني قوس قزح. فمثلا نحن صورنا هالموبايل هون، اوكي، اخترنا التأثير اللي بدنا اياه، مثلا هاند، فبدنا نكتب مومنت، اوكي، هاي. فنحن هون بنحدد النص كلياته، بعدين بنمسك طرف من هون وبنختار الالوان، بنحرك شوي، حرك شوي، حرك شوي من فوق، حرك شوي من الالوان تحت، حرك يمين، حرك الالوان من تحت، حرك يمين اكثر، الالوان من تحت، كمان واحد، بس. طلع حرف الام مو كتير لونه حلو، بس يعني هي بشكل عام هيك نحن بنساوي القوس قزح. والسر الرابع اللي عنا واللي هو كيف نحن نساوي ألبوم. مثلا نحن صورنا هاي الموبايل وعليه عدسة مومنت، فنحن بدنا نحط صور من تصوير هاي العدسة. بنروح على الاستوديو، هاي أول صورة بنعمل لها كوبي، بعدين بنسوي لصق. حطينا أول صورة، بنروح مثلا على الثانية كمان كوبي، نرجع على الانستغرام ستوري وبنعملها لصق. فهيك نحن فينا نساوي يعني كتير اشكال، الشكل اللي بدنا اياه. فينا نحط كذا صورة فوق بعض، نعمل البوم صور، يعني صوركم انتو ورفقاتكم، صوركم انتو اهلكم، صور هيك من منتجات انتم مستخدمينها مثلا. اما السر الخامس والاخير لهذا الفيديو فهو انه انت كيف تطلع باقوى او احسن كواليتي للصور، يعني تكون كتير شارب. فانت ما بتروح على الستوري تبع انستغرام وبتصور الصورة، لا، لانه هيك الصورة بتكون الكواليتي تبعها قليلة ومو شارب كتير، يعني ما فيها حدة. فانت بتروح على الكاميرا تبع الموبايل تبعك، بتصور الصورة، بعدين بتروح على الالبوم تعمل لها اديت، ومن الالبوم فيك تقصها على قياس 16 على 9 او 9 على 16 اللي هو قياس الستوري تبع الانستغرام والسناب شات. بعدين بعد ما تقصها بتروح على الانستغرام ترفعها، وبهالطريقة هي بتكون انت كسبت انه الصورة تكون احسن كواليتي واحسن حدة ممكن تطلع فيها للانستا ستوري. ولهون نحن وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. قريبا انا حاحكي عن عدسات مومنت والكفر تبعهم وكيف فيك تصور فيهم، بس الفيديو الجاي حيكون الجزء الثاني من اسرار التصوير بالستوري لانستغرام. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي بالكومنتات شو بدكم انتم اشياء بتخص التصوير بالموبايل خاصة، واذا بدكم شيء بالتصوير بالكاميرا كمان اسالوني عليه وانا اكيد بجاوبكم، او بسوي فيديو عليه اذا هو لازم يتسوى فيديو عليه. وبس، سلام.